والله العظيم انا ما كنت مختفيه في حته، يعني انا تمام، انا زي الفل. بس الفكره ان انا الفتره اللي فاتت كنت حاسه بكسل رهيب رهيب يا جماعه. انتوا عارفين طبعا ان انا بعشق حاجه اسمها ريد بول، تمام، وبيديني طاقه رهيبه. يعني انا مثلا والله العظيم لو ورايا حاجه في الشقه بشرب واحده بقوم اخلصها. فانا خلاص جسمي وعقلي خد ان المشروب ده او الحاجه دي هي اللي بتخليني قادره. فانا من ساعه ما جيت من المصيف، انا جيت يوم 18 او 19 ما شربتهوش. ومن ساعتها وانا في قمه الكسل، في قمه الانتخه بجد والله العظيم، انا مش بهزر. بس انا وبالذات في المصيف كنت بشرب 3 في اليوم، 3، 2.5. يعني لو حد في ايده واحده باخدها تمام اكملها. ده فانا من ساعه ما بطلت وانا حاسه بخمول رهيب. بس لا، يعني انا عماله احاول يعني اجاهد نفسي واقول لا، مش هو اللي بيديكي طاقه. مقدره ان معظمكم شايفين دي حاجه تافهه، وان هي بتقول ايه ريد بول ايه بس مخليها كسلانه، ريد بول ايه دي مخليها مش قادره تقوم تعمل حاجه. بس بجد يا جماعه دي الحقيقه والله العظيم. الناس اللي بتشربوا او اللي بطلتوا او اللي بتحاول تبطلوا، او انتوا يعني ابسط حاجه البيبسي، بس ما بالكم بقى ان ده حاجه فيها انرجي، فيها طاقه بتحاول تخلينا كده قادرين نعمل حاجه. فالموضوع صعب بالنسبه لي، والله صعب. انا مش عارفه بشكلكم الامي بحاجه تافهه، بس متعوده احكي لكم كل حاجه. بس الحمد لله انا دلوقتي بقالي من يوم 19 ما شربتهوش. يعني الموضوع مش اوفر يعني، بس انا داخله في 15 يوم ما شربتش ريد بول خالص، ومبدلاه بعصاير طبيعيه وبايس كوفي وبحاجات غيره. وان شاء الله يعني اقدر اكمل من غيره باذن الله. امبارح كنت هضعف واشرب، بس احمد مرضيش، قعد يقول لي لا انت اقوى انت اقوى من المخدرات والحمد لله ما شربت. بصي انا دلوقتي مش حاطه مسكره، انا زلبطه زي ما انت شايفه كده. بس انا بستخدم سكاي هاي وبستخدم اسنس الخضراء. اسنس الخضراء دي بقى في قلبي، دي حياتي كلها. اسنس خطيره خطيره، بتديني فوليوم وبتديني كثافه. سكاي هاي بتديني كثافه، بتديني فوليوم، بتديني فوليوم، بتخلي رموشي تلزق في حواجبي والله العظيم بجد. بتخلي رموشي تلزق في حواجبي حرفيا. بس تجيبي سكاي هاي منين؟ انا بجيبها من اي بارتيشن في مول مصر، بتبقى موجوده يعني في كذا بارتيشن. واسنس الخضراء بجيبها بصراحه من ارض الجمعيه. مش عارفه انتي منين، بجيبها من ارض الجمعيه، من محل في ارض الجمعيه كده. وهي موجوده في كذا بيج اونلاين يعني وكده. لو افتكرت اي بيج دلوقتي بتبيع اسنس الخضراء الاوريجينال هسيبها لك. بالمناسبه عشان الصياح اللي حصل الفتره اللي فاتت وطلاقي انا واحمد وطلقنا والكلام ده كله، احنا نزلنا فيديو على اليوتيوب بنشرح كل حاجه كل حاجه. فلو حابين ومهتمين تعرفوا ايه اللي حصل يعني الفتره اللي فاتت، تدوسوا على اللينك ده وهتفهموا كل حاجه. ويا ريت بس ايه، انا مش كل حاجه في الفيديو. طيب النهارده جايبه لكم عروض حلوه جدا 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 جدا، واسعارها خطيره للعرايس والناس اللي بتحب تجهز وتشيل حاجات، وللبنات يعني اي حد يقدر يشتري العروض اللي انا جايبها لكم دي. النهارده جايبه لكم كذا حاجه يا جماعه بيرفكت. طيب انا جايباهم لكم منين؟ من عند فور هير. فور هير احنا بنتعامل معاها على طول، يعني انا فور هير بتعامل معاها من اول ما بدات حرفيا، وناس محترمه جدا وناس ذوق جدا. فما تقلقوش، انتوا بتتعاملوا مع ناس محترمه، ناس راقيه، يعني تقدروا تتعاملوا معاهم وتتفاهموا معاهم في اي حاجه. طيب انا اول حاجه جايبها لكم هو عرض السبلاش. السبلاش ده يا جماعه كوبي مش اوريجينال عشان نبقى عارفين مع بعض، بس هو تقليد الاوريجينال بالظبط، نفس الريحه، ثبات حلو جدا. انتوا عارفين طبعا السبلاش ما بيثبتش، حتى لو اوريجينال ما بيثبتش ساعات طويله، انتوا فاهميني. بس ده ثباته كويس جدا ب 199 التلاته. طب لو انا عايزه اوريجينال هي تقدر توفرهولك، هو عندها اوريجينال فما تقلقوش. فالتلاته سبلاش دول ب 199. الحقوا العرض لان هو لمده يومين بس. طبعا احنا عارفين احنا بنروح العيادات بتاعت التجميل علشان نعمل تقشير لجسمنا علشان نفتح درجه درجتين. طيب كلنا عارفين التقشير ده سعره بيبقى عامل ازاي. طب يا ليلى انا معيش حق التقشير، تجيب سبراي كوري. لو انت عروسه مثلا وعندك ركبتك غامقه، كوعك غامق، منطقه في جسمك عايزه تفتحيها ايا كان ايه هي، فتستخدمي عليها السبراي الكوري. طيب السبراي الكوري ده ضد الميه، انا هخليها تسيب لكم الفرق بينه وبين الكوبي، عشان السبراي الكوري يا جماعه فيه اوريجينال وفيه كوبي. خليها تسيب لكم الفرق بينه وبين الكوبي في الستوريز عندها، فانا عايزاكم تتفرجوا على الستوريز عندها. تمام انا اهي تمام. بصوا ايدي هتفتحها ازاي زي ما انتم شايفين كده. شايفين الجمال؟
مش باين عشان الفلتر، استنوا هوريه لكم من غير فلتر. نتيجه التفتيح بتاعته ووتر بروف، يعني لما يجي عليها ميه ما بتتاثرش، ما تقلقوش. وكمان المواد اللي فيه امنه جدا على الجسم لان هو اوريجينال، فما تقلقوش خالص خالص. لو حطيتيه في اي مكان في جسمك مش هيسبب لك ضرر. انا بقى دي حاجه انا بهديها لكم. ودي المكنه دي مكنه سوكاني فرشه شعر. جماعه احلى اختراع انا شفته في حياتي، اقسم لكم بالله الاختراع ده في قلبي يا جماعه. انا مش متخيله ان هي بتعمل الشعر كده، والله العظيم والله العظيم كلمه يحاسبني عليها ربنا. انا مبهوره بيها، مبهوره. يعني اي حد هيجيبها، دي نتيجتها عليا انا، مش على البيج. يعني بجد بجد لو ما عجبتكوش كلموني انا، ما تكلموش البيج. انا مش مقتنعه هي ازاي بتفرد الشعر كده. انا جربتها على البيت كله، البيت كله يا جماعه من كبير لصغير، وانا جربتها على شعري. انا ما شاء الله شعر طويل وتقيل، فنتيجتها كانت عليه خطيره. تعالى اوريكم من اول مره بتعمل ازاي. انا جربتها على ريماس بنت اختي من اول. طيب بصوا، انا جربتها على شعر ريماس. ده شعر ريماس من غير اي حراره، ما جتش جنبه في اي حاجه. فانا عايزه اوريكم من اول مره هتفرد ازاي. هي من اول مره فردت. هتقولوا لي شعر الماس خفيف، شعر الماس مش كيرلي قوي. لا، حرفيا اي شعر هتعمله كده. انا اصلا منبهره بالنتيجه بتاعتها، مش مستوعبه هي ازاي بتعمل كده. ما شاء الله بجد تحفه تحفه تحفه. اي حد بيعاني بقى من اثار حبوب، بيعاني من عدم توحد في لون البشره، بيعاني من قله ترطيب، يركز في الستوريز دي. انا برشح لكم السيرم بتاع نسماين بتاع اوردينري. انا اولا منتجات اوردينري كلها انا مستخدماها، احسن سيرم تستخدموه بجد في حياتكم. طيب انا استخدمت ايه من اوردينري؟ استخدمت 3 انواع 4 انواع، بس انا دلوقتي هوريكم 3. استخدمت جرناكتيف، واستخدمت سيرم التقشير للناس اللي حابه تعمل تقشير في البيت، واستخدمت كمان انسمايند. تمام، انسمايند ده واحد خلصان اهو، واحد متاكل حرفيا، مش باقي منه غير اهي دي بس. وطلبت من فور هير انسمايند التاني، تمام، عشان هي عندها انسمايند اوريجينال. السيرم بتاع اوردينري اوريجينال، انا مش عارفه هي عندها التقشير والجرناكتيف ولا لا، اسالوها. بس انا بجيب منها نسمايند. طيب يا جماعه، علشان بيبقى فيه كوبي كتير كتير كتير، ركزوا في الستوريز عندها وهتشرح لكم كل حاجه. انا بس مش عايزه اطول عليكم، انا عايزه استخدم لكم السيرم. تعالوا بقى نجرب مع بعض السيرم النسمايند. بصوا القوام بتاعه عامل ازاي، تقيل ازاي، علشان يا جماعه ناس كتير جدا بتجيبه كوبي. طيب بصوا، انا بقى بستخدمه كده على بشرتي، بيدي لمعه في هايلونيك. تمام، بصوا خطير خطير يا جماعه وتحفه. يعني انا لما بستخدمه بيشد بشرتي جدا جدا، بيرطبها لي، بيوحد لي البشره من الشمس، مصايف، انتوا عارفين، نزول الصبح، شغل، الكلام ده كله، فبيخلي البشره لونها مش متوحد زي ما انتوا شايفين كده. انا كده وزعت السيرم على بشرتي. تقدروا تجيبوه من فور هير يا جماعه، بجد بتجيب السيرم اوريجينال، بتجيبوا سعره حلو جدا جدا جدا. فانا برشحه لكم للناس اللي عندها زي ما قلت لكم تصبغات والكلام ده كله. بصوا ما شاء الله ما شاء الله، مخلي بشرتي عامله ازاي، بتلمع. هي اللمعان ده بيفضل فيها كده لحد ما ينشف ويشد بشرتي. بجد بشرتي بتبقى عامله كده.